النهارده عندنا 24 ساعة في عاصمة ماليزيا كوالالمبور، فيلا بينا نشوف هنقدر نعمل فيهم ايه. اول حاجة عملتها اني نزلت على واحد من الهوستلز المشهورة هناك. المنظر من الهوستل وهمي وبتقدر تشوف منه كوالالمبور كلها. ده غير كمان في سكاي بول على الروف، تقدر تعوم وتبقى شايف منظر خيالي. شكل الهوستل من جوه، دي الاوض، ده هنا حمام، وبعد كده اللوكرز، كل واحد بيجيب القفل بتاعه معاه، بيديك لوكر وانت المفروض تجيب القفل بتاعك. بعد كده السراير شكلها عامل كده، عندك سريرك. دلوقتي احنا في شارع بوكيت بنتانجو. الشارع هنا بيسموه شارع العرب لان العرب محتلين الاماكن. هتلاقي مطاعم سوريه، يمنيه، لبنانيه، اردنيه، كل مطاعم معظمها عربي. فلو انت وحشك الاكل العربي زي ما انا وحشني الاكل العربي عشان بقالي كتير بره مصر، فلازم تيجي على الشارع دوت، ودوت من الحاجات الاساسيه اللي لازم تيجي تجربها هنا في ماليزيا. تعرف اراكم هنا محلات العربيه قد ايه؟ بصوا، كنافه كريسب، مطعم الحمراء لبناني، شاورما. يا هلا. اللي يبص على المكان ما يحسش خالص ان احنا في ماليزيا، يعني تحس ان انت في شارع عربي. عربي ولا مش؟ يا حبيبي ايوه حبيب عربي. قلبي، كنافة الجبن دي، ناكل ونجيلك نجرب. ايه؟ Ça va, le salon c'est pas ici. ايه؟ Le salon c'est pas ici. وين فلان؟ عربي مصري. مصر نشرفوا الحلاق من هنا. حبيبي يا احلى، ايه انت شايف زي ما انت شايف كده. لا اللحية انت تعرف. لا اهلا وسهلا بالتحيات. شكرا. وعلى العشرة مليون. الشارع ده كله عرب ولا ايه؟ انت منين؟ يمن. عندك اكل يمني؟ اسعاركم غالية. غالية. ده بايه؟ كريمة ودي بالجبن. ثانك يو. طعمه حلو بس سكره قليل قوي. تاني حاجة عملتها هي اني طلعت على اشهر بارك للطيور هناك، اسمها كي ال بيرد بارك. بتشوف هناك اغرب انواع الطيور. ده غير كمان انك تقدر تشوف الفلامينجو اللي شفته لأول مرة في حياتي. كوالالمبور تعتبر من الاماكن اللي مشهوره جدا بالشوبينج، فلو انت بتحب الشوبينج واحده من الحاجات اللي لازم تعملها هي انك تيجي على مول اسمه بافيلون. دوت يعتبر اكبر مول هنا في كوالالمبور. تعالوا يلا افرجكم عليه. دوت من الحاجات اللي هنعملها النهارده. يلا بينا. This is yogurt, right? Yep. يا ولاد اللعيبه، طعمه عالمي. احلى ميلك شيك جربته في حياتي تقريبا. الشنطه اللي انتوا شايفينها دي في مصر سعرها 1000 جنيه، هنا سعرها 400 جنيه. نفس البراند اللي هو كونفرس ونفس كل حاجه، وفرق رهيب في السعر، تقريبا نص يعني. اول مره اجرب الاكل العراقي في حياتي.
طلبت شوربه وطلبت حاجه اسمها دولمه، عباره عن محاشي بيجي معاها ريش ولحمه.